السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالكم أمنية ترافل، الوكالة ديالكم اللي كتختص في خدمات التأشيرات والسفر. في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف وكيهم عدد كبير من الناس، الفيزا القصيرة المدى والمعروفة عند الأغلبية بالفيزا شنغن. غادي نوريكم شكون اللي يقدر يطلبها، شنو هي الوثائق اللي خاصكم تجمعوا، وكيفاش تجهزوا الملف ديالكم بطريقة صحيحة باش تكون عندكم فرصة كبيرة في القبول إن شاء الله. تابعوا معنا الفيديو حتى الأخير، راه فيه معلومات ونصائح اللي غادي تعاونكم في طلب الفيزا ديالكم. في هذا الفيديو غادي نجاوبكم على واحد من أكثر الأسئلة اللي كنتوصلوا بها يوميا. واش عندي الحق نطلب الفيزا؟ هذه واحدة من أكثر الأسئلة اللي كيتطرح بزاف، والجواب هو إيه، عندك الحق. غادي نشرحوا لكم كل شيء خطوة بخطوة وبطريقة مبسطة باش تعرفوا شنو تحتاجوا بالضبط قبل ما تدفعوا الملف ديالكم، سواء كنتي خدام ما خدامش، طالب متقاعد أو حتى فلاح. غادي تلقى هنا المعلومات حسب الحالة ديالك. الوثائق اللي خاص تكونوا وجدتوهم باش تقدموا طلب فيزا سياحة أو زيارة عائلية لشي دولة من دول شنغن هي كالتالي. أولا خاصكم تعمروا فورمولير باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. هذا الفورمولير أو الاستمارة هي بمثابة طلب فيزا سياحية، إما كتعمر يدويا أو إلكترونيا على حسب كل دولة، وكتكون فيها معلومات شاملة على خطة السفر ديالك، معلوماتك الشخصية، معلومات على جواز السفر ديالك، معلومات على الوجهة ديالك للسفر ومقر الإقامة ديالك، ثم معلومات على تاريخ وتكاليف السفر. مهم جدا المعلومات اللي في الفورمولير خصها تكون صحيحة وبدون أخطاء ومطابقة للوثائق اللي غادي تقدم لهم. ثانيا خاصك تجيب 2 تصاور بحال ديال الباسبور بحجم 3.5 على 4.5. الخلفية ضروري تكون بيضة، وتصور خاصهم يكونوا جداد ماشي قدام بزاف. وحدة من هاد التصور كتلصقها في المكان المخصص لها في الاستمارة، الفورمولير. ثالثة، الباسبور ديالكم خاصو يكون باقي فيه 6 شهور ديال الصلاحية ابتداء من النهار اللي غادي تسافروا فيه، ومعاه نسخة من الصفحة الأولى وفيزا الشنغن اللي طبعتوهم قبل. رابعا، تأمين السفر أو أسيورانس دو فواياج، هذا كتقادوه عند أجونس أسيورانس أو في البنكة ديالكم، وكيكون باللغة الفرنسية أو لا باللغة الإنجليزية على حساب كل دولة. خامسا، عقد الزواج مترجم للغة إما الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية على حسب كل قنصلية. هذه الوثيقة خاصة بالناس اللي غادي يدفعوا مجموعين، زوج وزوجة، في ملف واحد. سادسا، بالنسبة للناس اللي غادي يقدموا طلب الفيزا ومعهم وليداتهم في نفس الملف، نسخة من دفتر الحالة المدنية كامل حتى الصفحات الخاوية، نسخ لعقد الازدياد للأبناء، والشواهد المدرسية للأبناء تكون مترجمة. رابعا، بالنسبة لدليل توفر على سكن الإقامة كاين 3 الحالات، يا إما تأكيد حجز فندقي صحيح في أحد الوحدات الفندقية الموجودة في المكان اللي غادي تسافر ليه، أو رسالة دعوة مؤكدة إبيرجمون من أحد الأشخاص الموجودين في الدولة اللي غادي تسافر ليها. والحالة الثالثة، تأكيد ديال رحلة منظمة فواياج أورغانيزي من أحد وكالات الأسفار. وهذه هي الوثائق العامة اللي خاصك توجد واللي كتطلبها أغلب القنصليات ملي كتجي تقدم على فيزا سياحية أو لزيارة عائلية. وهذه الوثائق ضرورية ومطلوبة لجميع الحالات، سواء كنتي غادي دير فيزا سياحية أو لزيارة عائلية ولا حتى فيزا قصيرة المدى. يعني ما يمكنش تستغنى عليهم في طلبك، وخاصك تجهزهم كاملين وبطريقة منظمة. دابا غادي ندوزو للخطوة الجاية. من غير الوثائق العامة خاصك حتى الوثائق اللي كتثبت الحالة المهنية ديالك باش القنصلية تشوف واش عندك القدرة المالية باش تغطي مصاريف السفر والإقامة. وهذا الشيء كيتبدل حسب الحالة، واش خدام، تاجر، طالب، متقاعد ولا ما خدامش. دابا غادي نشوفوا شنو خاصك في كل حالة على حدة. إلا كنتي أجير في القطاع الخاص، هادو هما الوثائق اللي خاصك توجد. شهادة العمل كتطلبها من الشركة اللي خدام فيها، وكتكون فيها الاسم ديالك، المنصب، تاريخ بداية الخدمة والراتب الشهري. شهادة الأجرة يعني فيش دو باي ديال آخر 3 شهور باش تبين الأجرة الشهرية ديالك. شهادة الCNSS كتطلبها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكتبين أنك مسجل وكتخلص الضمان. كشف الحساب البنكي ديال آخر 3 شهور، خاص الحساب يكون فيه حركة ويفضل يكون فيه مبلغ كافي يغطي مصاريف السفر.
عقد العمل اختياري ولكن مفيد. إلى عندك نسخة من العقد كتزيد المصداقية الملف ديالك. معلومة مهمة: كل الوثائق خاصها تكون حديثة ومكتوبة بطريقة رسمية، ويفضل تكون مختومة وموقعة من طرف المشغل. إلا كنتي موظف في القطاع العام خدام في الإدارة أو الوظيفة العمومية، هادو الوثائق الإضافية اللي خاصك ترفقهم مع الملف. شهادة العمل من الإدارة اللي خدام فيها الاسم ديالك، المنصب، السلم، تاريخ التوظيف واسم المؤسسة. في بلاصة شهادة الأجرة العادية بعض الإدارات كيعطيو وثيقة سميتها إيتا دونكاجمون، وهي مقبولة كذلك لأنها كتبرر الأجرة ديالك بالتفصيل: الراتب الأساسي، تعويضات، الاقتطاعات والراتب الصافي. هاد الوثيقة كتكون غالبا موقعة ومختومة من طرف الآمر بالصرف أو المصلحة المالية، وكتكفي في طلب الفيزا في حالات ما كانش عندك بولتين دو باي. شهادة تسجيل في السينو بي اس كتثبت أنك منخرط في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس. نسخة من قرار التوظيف أو بطاقة الوظيفة إلا كانوا متوفرين. كشف الحساب البنكي ديال نفس الفترة 3 شهور كيبين أنك كتوصل بالأجرة في البنكة. القنصليات كتعتمد بزاف على الوثائق المالية والمهنية باش تعرف واش فعلا المسافر عنده استقرار وغيرجع لبلادو، فخاص هاد الوثائق تكون رسمية حديثة ومختومة. وإلا كانت شي وثيقة فيها العربية خاف ترجمها عند مترجم معتمد. القنصليات كتعتمد بزاف على الوثائق المالية والمهنية باش تعرف واش فعلا المسافر عنده استقرار وغيرجع لبلادو، فخاص هاد الوثائق تكون رسمية حديثة ومختومة. وإلا كانت شي وثيقة فيها العربية خاف ترجمها عند مترجم معتمد. أما بخصوص الناس أصحاب المهن الحرة بحال محامي، طبيب، مهندس، موثق، بيطاري أو أي مهنة حرة منظمة، هاد الفئة خاصة تثبت أنها كتزاول المهنة بصفة قانونية وعندها دخل محترم وقار. وها هما الوثائق المطلوبة: نسخة من البطاقة المهنية، البطاقة اللي كتعطيها الهيئة والنقابة المهنية، مثلا هيئة المحامين، هيئة الأطباء etc. شهادة ممارسة المهنة كتطلبها من الجهة اللي منخرط فيها، مثلا نقابة المحامين أو الهيئة الطبية، كيبين فيها باللي مزاول للمهنة بشكل رسمي والتاريخ اللي بديتي فيه الخدمة. الإشعار الضريبي افي دامبوزيسيون، وثيقة كيبين واش كتصرح الضريبة على المداخيل وشنو هو الدخل السنوي المصرح به. وصلات أداء الضرائب، توصيلات دفع الضريبة المهنية باتونت والضريبة على الدخل IR أو IS باش القنصلية كتشوف بأنك ملتزم قانونيا وكتخلص واجباتك. وكشف الحساب البنكي ديال الحساب المهني خاصو يكون فيه حركة ونشاط، ويفضل يكون فيه مبلغ محترم كيغطي مصاريف السفر. كل وثيقة خاصها تكون حديثة واضحة ومختومة من الجهة الرسمية، وأي وثيقة بالعربية خاصها تترجم عند مترجم معتمد. أما فئة المتقاعدين، الناس اللي تقاعدوا من الخدمة وباقين كيستافدوا من المعاش الشهري، خاصهم يبينوا القنصلية أنهم مازال عندهم دخل قار وكافي باش يمولوا السفر ديالهم. وهاشنو خاصهم يقدموا: شهادة التقاعد كتخرجها من الصندوق اللي تابع ليه بحال CNSS، RCAR، CIMR، وكتبين فيها المبلغ الشهري ديال المعاش. شهادة التسجيل في كنوبس أو الصندوق التأميني كتشهد بأن الشخص باقي منخرط في كنوبس أو في الصندوق اللي تابع ليه في التأمين الصحي بعد التقاعد. وصلت ديال الأداء ديال التقاعد، توصيلات ديال 3 شهور الأخرى باش تبين أن التقاعد كيتحول بانتظام. كشف الحساب البنكي فيه التقاعد داخل كل شهر ويفضل يكون فيه شوية المدخرات. نسخة من قرار الإحالة على التقاعد أو بطاقة المتقاعد إذا كانت متوفرة. المتقاعد عنده الحق يقدم على الفيزا، ولكن خاص الملف ديالو يبين أن عنده استقرار مالي وصحي ومعليش التزامات ثقيلة. ومن بعد ما هضرنا على فئة الأجراء والموظفين والمتقاعدين، دابا غادي نهضروا على فئة المقاولين، يعني الناس اللي عندهم شركة خاصة أو مقاولة صغيرة. هذه الفئة كتشمل أصحاب الشركات بجميع أنواعها، سواء كان شركة فردية، شركة تضامن، صاغل، أو حتى مقاولة ذاتية أوتو-انتربرونور. أشنو خاصهم يقدموا للقنصلية؟ سجل تجاري، ريجستر دو كوميرس، كيبين أن الشركة مسجلة بشكل قانوني وفيه معلومات الشركة كاملة. البطاقة المهنية، كارت بروفيسيونيل، وثيقة ضرورية كتشهد بأنك تمارس نشاط مهني مستقل. شهادة الضريبة المهنية، باتونت، ضروري تكون حديثة وكتثبت أنك تأدي واجباتك الضريبية. شهادة الضريبة على الدخل أو الشركات، IS ولا IR،
كيبين واش عندك دخل مصرح به وشنا هي الأرباح السنوية للشركة، ووصولات الأداء ديال الضرائب ديال آخر سنة أو آخر تصريح باش تبين التزامك مع مصلحة الضرائب، وكشف الحساب البنكي المهني. خاص الحساب يكون فيه حركة تجارية، ويفضل يكون فيه مبلغ كافي يغطي مصاريف السفر. واخيرا غادي نختموا فقره الحالات المهنيه والاجتماعيه بالفئه الاخيره اللي كتهم الناس اللي ما خدامينش بدون عمل، الطلبه والتلاميذ والقاصرين قل من 18 سنه. اولا الناس بدون عمل اللي ما خدامينش، ربات البيوت، عاطلين. في هذه الحاله خاص ضروري يكون عندك ضامن بحال الزوج، الزوجه، الاب، الام، الاخ. والضامن هو اللي غادي يقدم الوثائق الماليه ديالو ويصرح بانه هو اللي غادي يتكلف بالمصاريف ديالك. الوثائق المطلوبه: الالتزام، ان انغاجمون دو بريز ان شارج مصادق عليه من الضامن، شهاده العمل وشهاده الاجره ديال الضامن، كشف الحساب البنكي ديال الضامن 3 شهور الاخرى، نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه ديال الضامن، وثائق تثبيت العلاقه العائليه بحال عقد الزواج، عقد الازدياد الى اخره. 2. الطلبة والتلامذ، خاصك تبين انك مازال كتكمل قرايتك وان شي حد غادي يتكلف بيك ماليا. الوثائق المطلوبة: شهادة مدرسية او شهادة متابعة الدراسة، نسخة من بطاقة الطالب اذا كانت متوفرة، ضمانة من ولي الامر او شخص اخر كيتكلف بالمصاريف، الوثائق المالية ديال الضامن، خدام، تاجر، كشف الحساب البنكي ديال الضامن، عقد الزياد لإثبات العلاقة العائلية. القاصرين ما يمكنش يسافروا بوحدهم، خاصهم موافقة الوالدين وملف ديال الضامن. الوثائق المطلوبة: إذن الأب والأم بالسفر مكتوب ومصادق عليه، نسخ من بطائق التعريف ديال والدين، عقد الازدياد، شهادة مدرسية، الوثائق المالية ديال الأب أو الأم أو الضامن. كنتمنى نكون وضحت لكم الصورة ولو شوية بخصوص الوثائق المطلوبة لطلب فيزا شنغن، وكنتمنى يكون هذا الشرح فاتكم ويساعدكم تفهموا شو خاصكم توجدوا قبل ما تدفعوا الطلب ديالكم. إلى عندكم أي تساؤل خلوه في التعليقات أو تواصلوا معنا، ومرحبا بكم في أي وقت. ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي مهتمين بالفيزا، ومرحبا بأسئلتكم في الكومنتيرات.